السلام عليكم. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم هذه الغريبه تاع القرنفله، كتجي لذيذه وزوينه. بسم الله على بركه الله. عندي كاس سنيده، كاس زيت، جوج بيضات، قبصه ملح، قشره تاع الحامض، جوج معالق نشا او كريم باتيسري، فانيلا وخماره وحده. بسم الله. درنا السكر، دابا غنزيد البيض وقبصة ملح مع التحريك. الزيت، هاد الغريبة كتجي مقرمشة. غنزيد الفاني، غريبة ديال زمان. اللي بغى يدير شويه تاع القرفه يديرها، انا ما درتهاش. هي الراس معلقه ديال القرفه مع هاد العجين. دابا غنزيد الحامض، قشر ديال الحامض. كتجي منسمه ومنكهه بريحه الحامض، كتجي واحده غريبه ممتازه بزاف. غريبه اقتصاديه، المكونات يكونوا في جميع المنازل. زعما ما نقلبوش على شي مكون ما كاينش نهائيا ولا نمشيو نقلبوا عليه. البيض، الدقيق والحامض او البرتقال، الزيت، هادشي كلشي كيكون في الديور. هنا الدقيق غندير شويه بشويه حتى نتحصل على عجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه. انا هنا ما عبرتش الدقيق. من بعد ما جمعت العجين كتجي على هذا الشكل، ما قاصحه ما جاريه. غندير فيها كويرات صغارين. من بعد ما كورتها غندير ليها القرنفل. انا في هذا الاثناء شعل الفران على اعلى درجه حتى يسخن لي مزيان، وغادي نطفي عليه لتحت وغنخليه الفوق شاعل. هاي باش تفرق عليا شويه، من بعد غادي نشعل لتحت باش طيب ليا. دخلتها الفران وخرجتها، كتجي ذهبيه ومقرمشه على هذا الشكل. كتجي مفرقعه شويه ماشي بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على الحضور. خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده مره اخرى. مع السلامه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.